بالنسبة ليا إذا تسألتوا السؤال بينك وبين روحك سيكو مستحق تمشي تاع كأنك أنت وقت اللي تفرح وإلا تبدا مفرهد وإلا اللي هو تحس بالذنب. إذا هي صحتها النفسية ماهيش متوازنة كيفاش تنجم تطلع جيل متوازن؟ فما دول متقدمة نحات حكاية النوت جملة في البريمير، يجي وقت الإكزامان ما ينجم يكتب حتى شيء، تلقاه يعاود في العام. فما ستريس البيه اللي يخليك تنتج وتخدم لو ماكسيموم، وفما ستريس اللي يعيقك. كي باش تمشي لأخصائي نفسي تعرف اللي أنت باش تواجه عيب انك تشكي، عيب انك تعبر على مشاعرك، ايه سورتو عيب انك تمشي للاخصائي نفسي. فمع عباد تنهار حتى جسديا، نجم يكون منعوط بصباع في حومته ولا بين افراد العائله بتاعه واصحابه اكسترا. المراه عندها برشا بريسيون في المجتمع بتاعنا، كل شيء عليها. هو المعلم هذاك مسؤول على القسم باش يعلموه اللي لازم الكل وكهو، تعلموا صغار اللي لازمهم يتعلموه يتعداو للقسم اللي من بعد وكهو. ما فماش حتى شيء خايب باش يصير اللي ما نجموش نواجهوه. معناتها سورفي هو يجي في المرحلة الأولى في الكابريوريتي، معناتها أولوية الأولويات. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست راحة بال. قديش من مرة قلنا تعبت مش جسديا أما تعبت من داخل، تفكير زايد، قلق، خوف، ضغط وصمت طويل. واليوم في عالم سريع ما طالبوا أكثر من طاقتنا، وليت الصحة النفسية مش موضوع ثانوي، وليت مسألة بقاء. برشا ناس تعيش تضحك تخدم وتقرأ أما من داخل معركة، والأصعب أنك تعيش الوجاعة وحدك، خاطر المجتمع يقولك شد روحك، عيب، ماكش ناقص. قلنا أميرة شنو عاملة معك الصحة النفسية؟ عايشك على المقدمة المزيانة امتنان. انت سألتني قلت لي عاملة معك الصحة النفسية، حبيت نقولك الكلنا مجتمع كامل قاعد يعيش في ضغط اللي خلت الصحة النفسية متاعو بيرتوربي شوية. بيرسونيلمون نشوف من خلال الخدمة والتوفيق بين القراية والخدمة اللي يخليني في ستريس ديما، خليني على أعصابي وخليني ديما نخمم شنو باش يصير. دونك السوجي نتاع اليوم اللي اخترناه هو سوجي موافق على الاخر. حابين نكونوا بصحبة أخصائية نفسية. عسلامة، مرحبا بك أميرة. عسلامة، مرحبا بكم، يعيشكم على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم تحصل اللي في دال الناس الكل. دونك اليوم حابين نختارنا معك نحكيو على الصحة النفسية اللي يعيش فيها المجتمع. شنو هي، كيفاش نعرفوها، ونبداو ساعة شنو هي وشنو كيفاش نعرفوها، ومن بعد تنزيد نغوصوا في الموضوع أكثر. نجم نعرفوا الصحة النفسية على إنه الإنسان كيما يقول أنا سافا صحتي لاباس، معناتها يقوم الصباح ما عنده حتى وجاع في بدنه. صحته النفسية كيف نجم يحس بالأحاسيس الكل في وقتها، ينجم يتجاوز، يعيش نهاره بصفة طبيعية من غير حتى معرقلات، من غير ما يحس روحه ما عينوش وإلا يحس في روحه بالسيف. معناتها نبداو من أبسط حاجة، خاطر احنا تلمون استانسنا اللي احنا متقلقين نفسانيا واحنا مطفين الضوء على البوان هذا. استانسنا اللي العادي ماهوش انك تكون متقلق، العادي انك تعدي نهارك، تعدي شهرك، عامك، الوقت الكل وانت مفرهد ومرتاح. فما اوقات للحزن ساخت اكيد ما نجموش ننفيو هذا الحزن والا الغش والا اي احساس واي سنتيمون ياخذ وقته ويتعدى، ماهوش حاجه تعيش معنا كل يوم من الصباح لليل. هذه مبدئيا نحب معناتها الناس الكل تفهموا اللي راهو العادي انك تكون ايبانوي، تكون شيخ، وقت الفرحه تفرح على الاخر، وقت الغش ولينا باش نقص عليك، احنا ولينا العكس، ولينا كي نتفرهد ولا كي نضحك ولا كي نشوف فما حكايه باش تصير، خاطر تيلمون المونتال معناها السونتي مونتال نتاعنا استانست بالضغط والبريسيون والخدمه سوبريسيون والقرايه سوبريسيون، حتى من طريقه العيش نتاعنا ولينا مادام صارت فازه باهيه وانا فرحان تو باش تصير حاجه اخرى خايبه. اي هذا زاد مربوط بالذنب تاع كأنك انت وقت اللي تفرح والا تبدا مفرهد والا اللي تحس بالذنب. علاش نفرح؟ ليه لازمني نكون منكد، لازمني نكون متقلق، ما يجيش نفرح، ما عنديش الحق. كيفاش انا فرحان والاخر مش فرحان مثلا؟ دونك تحس بالذنب وتولي تقول هذيك قدر الخير. وفما حتى شكون يمشي ابعد من هكاك يولي يفلوج عليها المشكله، يلوج منين باش يخترع هكا قلق للروح. ايش حابين نشوفوا واش معنى شنو الاسباب، شنو الاعراض، شنو العوامل اللي خلت الصحه النفسيه اليوم نتاع الانسان نتاع المجتمع بصفه عامه من فئه الكل. خاطر وين نشوفوا حتى في فئه الصغار يقول لك والله انا ستريسي، انا بيرتوربي، نفسيتي مش مرتاحه. شنو هما الاسباب والعوامل اللي وصلتنا للوضعيه هذه؟ نحب نفسر حاجه بارابور ستريس. ستريس مزروع في المخ بتاع الانسان، مربوط بالغريزه البقاء. ايش معناه؟
معناها من الإنسان البدائي خلّينا باش نبسطوا الحكاية، كان يعيش في mode de survie قاعد يحاول معناها au maximum إنه يتجنب المخاطر اللي دايرة بيه الوقت الكل، ينجم يستحق إنه يواجه، يعارك ولا يهرب، هذاك وين نستحقوا الstress معناها المخ والبدن يبداو يخدموا في أقصى طاقتهم باش ينجموا يهربوا من الخطر هذاك وإلا يواجهوه، هذايا أصل بتاع stress علاش توجد عند الإنسان، من بعد petit à petit إحنا قدمت الدنيا وإحنا ما عادش في mode de survie، ما عادش فما مخاطر دايرة بينا من الشيرات الكل ومستحقين نهربوا ولا نواجهوا الوقت الكل، أما malheureusement هاك l'instant هذاك بتاع الsurvie قعد موجود، خاطر حاجة أخرى إحنا مخاخنا معمولين في الأصل مش باش يفرحونا principalement باش يمكنونا إن نعيشوا ونتواصلوا. القدرة على العيش والتواصل. معناتها السورفي هو يجي في المرحلة الأولى في كبريوريتي معناتها أولوية الأولويات، ومن بعد يجي بعده ليبانويسمون وغيره. إحنا توا الحمد لله يا ربي في لوكس في الدنيا، ما عادش مستحقين أكل نبداو نجريو ولا ردوا بال. بارابور على قبل تطورت الدنيا دونك التطور والتكنولوجيا اللي تقدمت وحاجات خلتنا نعيشوا نورمالمون نكونوا احنا توا سعداء على العباد اللي قبل كيف كانت تعيش على مود دو فيل كيف كانت يعطيك الصحة. دونك اللي يحب يقاوم ستريس أول حاجة يستحق يعملها إنه يقنع مخه اللي راهو ما فما حتى خطر داير بيه. أكل نبداو خايفين الوقت الكل باش تصير حاجة خايبة باش تصير شنو لا ما فماش حتى شيء خايب باش يصير اللي ما نجموش نواجهوه. هذا البوان ماهوش حاجة سهلة راهو العباد تعمل ثيرابي بوغ فيغ سا معناها ماهيش يعني يكون مرض نفسي هو تخوبل اضطراب نفسي هذا ستريس. أما مش كان ستريس ينجم يمثل عائق على الصحة النفسية برشا حاجات، فما الخوف غير المبرر لانكسيتي، فما البرن اوت تلمو واحد يخدم ويخمم هذاك ابارامون العباد مش اللي تخدم برك العباد اللي تقرا واللي تخدم واللي تخمم باش تعمل بروجيات هذيك بالحق عبد راهو مش مخه يتحرق برك راهو في احتراق تام وشامل في مخه في بدنه في كل شيء. توتافي اما احنا ما نحبوش نوصلوا على المرحله هذيك على خاطر سي كونتر برودكتيف وقت باش توصل المرحله هذيك ما عادش تنجم تنتج، دونك ماذا بيك قبل ما دخلت لها توخر شوي. أنا نحب نعرف الصحة النفسية كيفاش تأثر على قراراتنا وعلاقاتنا في الحياة العامة، كما البطال مثلا اللي لوج على خدمة ومتقلق، وحتى الطالب اللي يعدي امتحانات واكزامانات والكل. كي تبدا ستريسي تنجم هذاك ما تاخوش قرارات متوازنة، تبدا فيو الضغط تحب مثلا تكمل فيه ساعة. هو ستريس في انواع زي راهو فما ستريس البيه اللي يخليك تنتج وتخدم لو ماكسيموم، وفما ستريس اللي يعيقك تولي ما عادش نجم تقدم، دونك هذاك اللي ما نحبوهش احنا. كي تبدا في المرحله هذيك تولي تعمل في اختيارات ماهيش مدروسه بالكدا تالمون تبدا بخيسي ومش مرتاح. داكور بالنسبه نعرفش بطال مثلا ديجا هو ماهوش قاعد يخدم ماهوش قاعد ينتج ديجا معناتها هذه الحاجه هذه بالذات تاثر على الصحه النفسيه بتاعه، دونك هو ماهوش مرتاح ماهوش واصل اللي يحب عليه في ابسط الاحتياجات معناتها بتاع الانسان، دونك هذه ديجا حاجه تاثر على الصحه النفسيه. وترى انه كيما اللي يخدم عنده ضغط نتاع خدمه كيما البطال اللي عنده ضغط باش يلوج على خدمه هو اذا باش تخاف فيها باللوجيك شوي احنا نقولوا معناها في الكولتور بتاعنا شقي ولا محتاج، معناها اوكي فما الخدمه فيها برشا ستريس وبرشا ضغط وتعب جسدي والكل، اما فما جينيرالمون ريكومبونس تخدم على خاطرها، تخدم باش تحصل شهريه باش تحصل مستوى اجتماعي باش تحصل العباد معناتها تخزر لك اللي انت انسان قاعد تنتج وتخزر لك بريكونيسونس. البطل في وضعيه اصعب، دونك قاعد يلوج بتاتخ ما لقاش يحب يقدم في حياته ما نجمش خاطر البطاله ديجا باش تسبب له في عوائق اجتماعيه اخرى، مش نجم يكون بتاتخ مش نجم يعمل عائله، ينجم يكون منعوت بصباع في حومته ولا في بين افراد العائله بتاعه واصحابه اكسيتيرا، دونك هذاك زاد يقلقوا. وبالنسبه للضغط اللي تعيش فيه المراه تحمل مسؤوليه صغار مسؤوليه دار وفما المراه العامله زاده، هو فما حد خير من حد وكل واحد كيفاش ينجم يتأقلم مع الوضعية بتاعه مع السيتواسيون بتاعه. اوكي معناه ينجم واحد يكون عنده برشا مشاغل، مرة مثلا تخدم في الشارع وتخدم في الدار اللي هي بصغارها تاخذ في الترونسبور اكسيتيرا، اما elle gère bien son stress و ses tâches، معناتها تعرف كيفاش تنظم اوقاتها تعرف كيفاش تتلهي بروحها، ينجم يكون معنوت بالصباح في حومته ولا في بين افراد العائله بتاعه واصحابه اكسيتيرا، دونك هذاك زاد يقلقوا. وبالنسبه للضغط اللي تعيش فيه المراه تحمل مسؤوليه صغار مسؤوليه دار وفما المراه العامله زاده، هو فما حد خير من حد
وسا مارش. وتنجم زاده تكون امراه تعمل في حاجه واحده، والا اي انسان امراه ولا راجل يعمل في حاجه واحده، اما il n'arrive pas à gérer الوقت بتاعه. دونك احنا خوني في البوان هذا وين باش نوصلوا، اللي فما جيستيون دو ستريس، فما جيستيون دو طون اللي ينجموا يعاونونا بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف في موضوع الصحه النفسيه. انا فما عباد تنجم تعمل جيستيون باهيه دو ستريس، ما قلنا تستعمل ستريس انه يدزها لقدام، ما توصلش لمرحله انه ستريس يولي يعيقها. وفما زيد لا بون جيستيون دو طون، تعرف كيفاش تنظم وقتك، تعرف تنظم اولوياتك باش تبدا شنو اللي تخليه من بعد، شنو اللي ما ينجمش يستنى اكسيتيرا. وبالطريقه هذه تنقص على روحك ستريس وتوصل معناتها تكون افيكاس اكثر في حياتك، كلكو سواء البروفيسيونيل ولا البيرسونيل. حبيت نمشي شوي، فانا احنا توا بيريود عطله، وعندنا بعد العطله اكزامانات اللي هي المعضله الابديه والازليه سواء للطلبه ولا للتلامذه. بالنسبه للزيكزامان بلوتو، بالنسبه للطلبه ولا التلامذه يعيشوا في ضغط نفسي. الاندر بريشر، انت قلت بكري ساعات الاندر بريشر يخليك تعمل برودكتيفيتي اعلى، ساعات توقف. كيفاش نجموا نتعاملوا مع انسان تحت ضغط، وكيفاش نجموا نتعاملوا مع انسان ينجم يخدم معناها تحت ضغط، معناها كي يخدم كي ما يخدمش؟ والله احنا كيفاش نجموا نعاملوا العبد هذايا، نشوفوا هو الساعه اذا باش يمشي المختص، خاطر المختص باش يوفر له مساحه انه يعبر فيها على لي بوزوان نتاعو، على احتياجاته. ومن بعد من غادي كان ننطلقوا نبداو كما قلنا في جيستيون دو طون، وهذاك اللي باش يعاوننا في جيستيون دو ستريس. مثلا دي تكنيك، ما قلت تحس روحك سي بون ساتوري ماكش قاعده تقدم، والا كنت تخدم مثلا تعمل في حاجه معينه خذيت لك نص ساعه، زدت شويه ولا تاخذلك في ساعتين ماكش قاعد تستفاد، ومش قاعد تستفيد، والا ماكش قاعد تتذكر في اللي تحفظ فيه مثلا. دونك في الوقت هذاك تقوم تسيب الكراسه، تسيب الريفيزيون، وتقوم تعمل حاجه بتاع بوندون 10 à 20 مينوت، تحرك بدنك شويه، تاكل حاجه خفيفه، تخرج تشم هواء شويه، ايتيرمون زيد ما فيها باس، وتعاود ترجع تكمل. معناتها تحاول ما توصلش لك الاجهاد على الاخر، خاطر المخ زيد عنده سي كاباسيتي معينه. انت قلت نشوف العلاج، برشا عباد ما يمشوش في العلاج، يقول لك لا ما نستحقش، مش على خاطر تعرف ستريس ولا خاطر شويه بريسيون من لي زيكزامان نمشي انا نشوف بسي ونقعد في ثيرابي معاه، كل ما ضغط ليكزامان يجي ترسي نمشي لبسي. احنا تو نحكيو على الطلبه وعلى لي زيكزامان، بعد باش نحكيو على معناها فئات اخرين. دونك لهنا انت قل معناها ليكزارسيس اللي قلته انه نبداو بالزيكزارسيس، نعملوا ايتيرمون للمخ نتاعنا، ناخذوا راحه، نرتاحوا شويه بعد الريفيزيون اللي عندنا جوست باش من بعد نجموا نكملوا. واذا كان الحاله ولات ريبيتيتيف كوتيديان، هو القلق من الريفيزيون، من ستريس تاع الريفيزيون ديفير من عبد العبد. معناه تنجم عبد تقلق كما كنا نحكي مثلا، ولا ساتوري ما عادش ينجم يحفظ بنفس الديبي، طيح في الديبي معناها. دونك هذاك كما قلنا هو دو بريفيرونس، معناتها لو كان جاي الماتيير هذيا تاع جيستيون دو طون دو ستريس تتقرا مع في المدرسه، تسخى تحل برشا مشاكل. او انا يعطيك في الفات سوفت سكيلز، كيفاش تنظم الوقت نتاعك وكيفاش تعدي نهارك وكل تاش تعطيها وقتها، وتعطي لروحك انت زاد وقت بين لي تاش هذوك. توتافي هذه تتقرا، هي انا ماتير للامانه انا تتقرا، اما مش في اللي فات الكل بالطبيعه. اي حتى لو كان من الليسي، من الكوليج والليسي، علاش لا؟ الليسي والكوليج لا، على حسب عهدي انا معناتها من الاول ديجا نعرفوا اللي العبد ما نجموش نقيموه اترافيغ ان سول اكزامان والا نوت واحده. هذه ساعة حاجة تنجم تخفف من البريسيون على كتف العبد. ومن بعد السوفت سكيلز اللي حكيت عليهم به، والسوفت سكيلز هذوما يعاونوا، اما هذوما الكل مازلنا في النورمال، مازلنا في العادي في الجراب. فما مراحل اقوى شوي، مراحل اصعب شوي، وقت اللي العبد ينجم يولي ما عادش يرقد مليح، ما عادش ياكل مليح، يسكر على روحه، بتاتخ نهار الإكزامان ما ينجمش يمشي ولا يمشي متقلق على الاخر. برشا عباد يظهروا عليهم حاجات جسديه، معدته توجع. انا بيرسونيلمون نهار الإكزامان نقوم الصباح ما نكلم حد حتى لين نوصل نعدي ونروح، كي نخرج من الإكزامان وقتها نجم نتواصل مع العباد. معناها بالحق هذايا ديرنييرمون انا عديت إكزامان، قعدت ساعتين ما نحكي مع حتى حد لين عديت الإكزامان. فما عباد في وسط الإكزامان معناتها بوندون الوقت هذاك حتى يوصل للإكزامان، في وسط الإكزامان يبدا بدنه مقلقو، يرعش عنده يبكي معدته توجع، صاروا قدامي ديكا كيما هكا. وفي وسط الإكزامان ما عادش ينجم يركز، اللي حفظوا الكل واللي حضروا الكل يمشي في الماء.
وفما عباد يصيروا لهم بلوكاج سورتو نراوها برشا في الإكزامان تاع الباك، تلقاه وسط العام يجيب في 18 و19 دو موين وقراي وفاهم بلوكاج كل شيء، مونتال. يجي وقت الإكزامان ما ينجم يكتب حتى شيء، تلقاه يعاود في العام ولا مش ناجح ولا إليميني أصلًا على خاطر ما مشاش عدّى، علاش؟ دونك يصير له بلوكاج مونتال، بيرن أوت وإلا فوبي من الإكزامان، تالمون إحنا حطينا معنى كبير وطاقة كبيرة واللي تحب أنت الكل للامتحان على هذاك. الامتحان والنوت وهذاك باش يحدد له حياته وهذاك. هنا أنا نشوف على الحقيقة أنتِ قلتِ الامتحان هذاك باش يحدد له حياته ومستقبله، كأنه هو كي ما ياخذوش سكو باش توفى الدنيا. أي هنا زاد عندنا عقلية لي بارون، بالطبيعة. صغيرك اللي هو صغير لازمك تقرا، لازمك تجيب نوت. علمناهم وانا منهم تعلمت انه راهو النجاح مربوط بك العدد، بك النوت سورة 20. فما دول متقدمة نحات حكاية النوت جملة في البريمير، معناها يعطيو الريسبونسابيلتي للانسينيون انه يوصل المعلومات والكفايات والحاجات اللي لازم يتعلمهم الصغير الكل من غير نوت. هو المعلم هذاك مسؤول على القسم باش يعلموا اللي لازم الكل وكهو، تعلموا الصغار اللي لازمهم يتعلموه يتعداو للقسم اللي من بعد وكهو، من غير ما لا نوت ولا حتى شيء. صغير معناتها حتى لسنة 5 يظهر لي ولا 6 ما يعرفش معناه نوت، يعرف اللي هو يمشي لليكول باش يتعلم حاجات. احنا لا، كما قلت انت لي بارون والسوسيتي بالكل بدات من السوسيتي مالوغوزمون، معناتها قاري ايتود يلزم الناس الكل يطلعوا طب محامين، الناس الكل يلزمهم ينجحوا بمعادلات اكسيلونت، واللي بارون تبنيوا نفس الفكره، عقلية ولات عقليه في كل المجتمع دار، الكل، وقاعدين نعديو فيها مالوغوزمون للصغار. دونك الصغير احنا كنا قبل سنة أولى وسنة ثانية ما نعرفوش اش معناها الأول وش معناها الثاني، هنا نقراو يعرفوا توا الأول أنا الأول وعندي جايزة آخر العام وعندي امتياز، معناها توا تسمع في كلام متاع حتى يسمعوا كبير يتقلق. وتوا عرفنا اللي هو يقلق، قبل ما كناش نعرفوا اللي هو هما يقلق. جات ان سارتان مومون في أول الألفينات يظهر لي ولا بعد شوية نحاوها حكاية الرتبة من الكارني، أما ما زلت تتقال امبليسيتمون. التوا يسألوا أنت قداش رتبتك في القسم، كاين الفايدة معناتها هو بارابور للعباد الآخرين هو وين يتحط، ليه الصغير بارابور ليه هو مرتاح، هو فاهم، هو مع القراية وكي فاهم القراية وناجح يعطيه الصحة. أما حياته الأخرى يبانوي، يعرف يبانوي فرحان مرتاح، يعرف يتعامل مع الصغار اللي في عمره ولا ما يعرفش، عنده اكتيفيتي يعملها ولا ما عندوش، يعطيك غرام الصحة. مفاجئ. اكتشف هو غرام والساعة، ما اكتشفش حتى شيء. هو ديجا احنا 6 سنين دخلوا طول المكتب معناها هو من 6 سنين تحطوا انت سوبريسيون حتىش يوصل للباك وللفاك، ومن مع ديك يتعادل للخدمه خلي عاد. اي وهو اون بلوس الوقت بتاع القرايه ما يخليلوش وقت باش يكتشف هو شنو يحب وشنو ما يحبش، عنده اوبسيون واحده قدامه تقرا مصباح لليل مش حتى للعشيه، وغدوة عاود هكاك لا عنده وقت باش يكتشف مهاراته الاجتماعية وإلا يعرف روحه يحب سبور ولا يحب حاجة أرتستيك ولا لا. ومن بعد كان نجح في القراية هكا سلكها، ما نجحش في القراية لقى روحه كان ضايع. نجح في القرايه الام تفرح بتباع، والمسؤوليه كل خطرها على الام، دونك الام باش تولي محلاها مكرمه وياسر ليا بصغارها. كان فشل في القرايه باش تولي الام سو بريسيون انا باش تعاود تحط ولدها على ديمارش جديد باش توصله باش ينجح، وهكا ولا هكا ديما المراه سو بريسيون. المرأة عندها برشا بريسيون في المجتمع بتاعنا، كل شيء عليها كما قلت أنت، الضغط بتاع تربية الصغار، الخدمة في الشارع، الشارج مونتال بتاع الدار وما تبعها، خاطر الشارج مونتال حتى الحاجات الصغيرة اللي تخمم فيها الأم كل يوم باش نقضي كذا باش نطيب كذاك، الحاجة بلاصتها غادي الحاجة بلاصتها مش غادي، هذيك طايحة نهزها هذيك ناقصة نشريها اكسيتيرا، ذيك الكل شارج مونتال مكدس على بعضه في وسط مخها في وسط الميمواغ بتاعها. زيد معاه قري الصغار اللي هي في الأصل مش معلمة، هي أم، دونك مع هذاك الكل تطيب وتوكل وتهز وتجيب وتقري والكل ياسر عليها، معناتها بالطريقة هذه صحتها النفسية باش تتمس باش تقلق، وهي قاعدة تربي في الأجيال. دونك إذا هي صحتها النفسية ماهيش متوازنة كيفاش نجم تطلع جيل متوازن؟ يولي أصعب. إذا أو تنحي عليها عاتق الانسينيومون، راهي مش معلمة، نعطيو التعليم للأصحاب التعليم، هذاك يخلي علاقتها بصغارها تتحسن شوي، مش لازم نهار الكل احنا نتعاركوا على القراية، نهار الكل نتعاركوا على التمارين، ومن غادي تبدا تفسد علاقتها بصغارها ومع الشارج مونتال بتاعها. دونك الامور تمشي وتتفاقم بشويه بشويه لين بعد سنين نفيقوا اللي احنا كنا ماشيين في صنيه غلطه.
معناها بعد المرأة تحملت مسؤولية صغار، الدار، ستريس، خدمة زادة. هذيك علاش عرفنا معناها اللي المرأة هي الأكثر عرضة للقلق والاكتئاب. كانت نجم توضح معناها؟ والله هو selon les statistiques صحيح اللي النساء يتشكاو أكثر وإلا الكونسولت أكثر معناها، أما ما نتصورش اللي على خاطر هي عرضة أكثر للأمراض النفسية، يظهر لي على خاطر هي مستعدة أكثر إنها تمشي وتتلهي بصحتها النفسية، اللي هي حاجة بوزيتيف. معناتها الرجال إحنا في المجتمع بتاعنا عندهم فكرة إنه عيب إنك تشكي، عيب إنك تعبر على مشاعرك، إيه سورتو عيب إنك تمشي للأخصائي نفسي، اللي هي حاجة خايبة برشا راه. معناتها أنا يظهر لي أكثرية مشاكل المجتمع مربوطة بالتربية بتاع الرجال، اللي هُم بالطبيعة تربّيو على دين النساء، أما عدّاو لهم فكرة اللي هُم حاجة خارقة وما عندهمش الحق إنهم يكونوا ضعاف نوعًا ما، نظرة المجتمع اللي هو ماهوش ضعف، هو حاجة عادية على الآخر، هو إنسان نهار يصبح باهي، نهار يصيروا له مشاكل يتأثّر بيهم، دونك حاجة عادية على الآخر. الناس الكل راهي عندها الحق باش تعبّر على مشاعرها، عندها الحق باش تحزن، عندها الحق باش تتغشّش، عندها الحق باش تصبح مش في نهارها، وعندها الحق خاصةً تجري على صحتها النفسية، اللي هو principalement إنك تعمل الحاجات اللي تحبهم، إنك تخالط عباد تحبهم وعباد باهيين، وخاصةً كي تحس روحك متقلق تمشي لأخصائي نفسي. وعلاش العباد اللي تو مازلت تخاف انها تمشي لاخصائي نفسي؟ فكرتهم انه كي توجعك معتك تنجم تمشي لطبيب يداويلك معتك، اما كي تتعب نفسانيا نعيب انك تمشي لاخصائي نفسي. مازال تخوفهم الفكره. تخوّفهم الفكرة يظهر لي، هو بخلاف معناتها نظرة العباد، خاطر اللي باش يسمع بيك مشيت لأخصائي نفسي يقول لك أنتِ مهبول entre guillemets بالطبيعة كلمة غالطة على الآخر، أما زادة كي باش تمشي لأخصائي نفسي تعرف اللي أنتِ باش تواجه روحك، باش تواجه أفكارك اللي حتى بينك وبين روحك تنجم ما عينكش باش تواجهها وما عينكش باش تفكّرها، دونك نتصوّر الفكرة هذي تخوّف برشا عباد، هاكا علاش ما يتشجعوش يمشيو لأخصائي نفسي، بالرغم اللي هذاك هو الحل معناتها إنك تتجاوز المشاكل بتاعك، إنك تواجه روحك وتواجه مخاوفك وتواجه أفكارك الدفينة. فما فكره غالطه توا قاعده تدور بين البسيكياتر والبسيكولوج. اهم. شنو هو البسيكولوج وشنو هو البسيكياتر؟ brièvement psychiatre c'est un médecin طبيب عمل médecine وبعديك اختار spécialité psychiatrie كيف ophtalmologie gastrologie etc. الأخصائي النفسي مختص في علم النفس، قرا من الأول علم نفس معناتها تابع العلوم الإنسانية، يقرا 5 سنين ويتخرج يعرف il prend en charge معناتها العباد بطريقة معينة، وينجم بالطبيعة عنده الفرصة إنه يزيد يقرا فوق ال5 سنين هاذوكا باش يتعلم دي تكنيك أخرين يعاون بهم العباد، وعندنا معناتها برشا أنواع بتاع دي تكنيك موجودين في تونس. باهي أنا باش نزيد على امتنان البسيكوثيرابيوت. هذا هو البسيكوثيرابيوت اللي تزيدوا أنت بعد ال5 سنين يعني وإلا كيما نقولوا قاري شوي عليهم. زاد قاري عليهم دوتر تكنيك، خاطر البسيكوثيرابي فيها بلوزيور تكنيك، فما من البسيكاناليز بوتيتر أكثر واحدة معروفة بتاع فرويد، اللي هو البسيكولوج يخرج يعرف عليها معناتها ينجم يمارسها بطريقة هكا مقتضبة شوية بعد ال5 سنين، وإلا يعملها لبرا. في تونس ما عندناش فورماسيون بسيكاناليز، أوكي، وعندنا بار كونتر TCC ثيرابي كوغنيتيف وكومبورتمونتال، وعندنا نيت، عندنا l'EMDR، عندنا برشا معناتها حاجات ينجم الأخصائي ريميدياسيون كوغنيتيف توا طالعة تعاون برشا صغار وتعاون لي بسيكوتيك معناتها يتقراو فيسع فيسع معناتها معناتها سيسيون بريف تتعلم فيها التكنيك، تقعد سو سوبرفيزيون تاع حد ديجا يستعمل في التكنيك هذيك بالطبيعة عنده الحق إنه أي عنده الحق إنه ينكدري، وبعديك يتستيوك يشوفوك احنا بكري قعدنا فما كلمه نعاودوا فيها اللي هي البيرن اوت. دونك البيرن اوت جينيرالمون مربوط بالخدامه، بالشخص العامل اللي عنده خدمه، اللي عنده ضغط في التوقيت، في ستريس، جيستيون دو ستريس، جيستيون دو طون تاعو بين الوقت في الخدمه، المدير ساعات العرف هو بيدو تلقاه يعمل لك بريسيون، حتى كي تكتب في التليفون يعمل لك بريسيون. ودونك شنو هو البيرن اوت تاع اول حاجه كيفاش نتعاملوا معاه سورتو للخدامه، خاطر احنا بكري حكينا شويه على الطلبه البريسيون الكل، وكيفاش نتفاداوه. اوكي، ساعة البرن اوت هو انك تعطي على مخك اكثر من اللي نجم يتحمل، تقعد تخدم تخدم تخدم، ما تاكلش بالكدا، ما ترقدش بالكدا، وتخدم على بعض ومخك قاعد يحرق 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 لين يوصل ان سارتان بوان ما عادش ينجم يتحمل، ما عادش ينجم يريزوني، فمع عباد تنهار حتى جسديا
دوخ، ما عادش نجم تقوم، معناتها دونك الحل الساعة هو إنك تحاول ما توصلش للمرحلة هاذيك. دونك تخدم دون فاسون ريزونابل، فما أوقات بتاع خدمة، أوقات بتاع راحة، أوقات بتاع ماكلة. رغم الحاجات اللي نجمو نعملوهم باش أون يفيت لو بيرن أوت، إن نحاولوا ننظموا وقتنا، نرقدوا مليح، ناكلوا مليح، نحاولوا نعملوا أكتيفيتي فيزيك، ما حاجة مهمة ياسر إنه واحد يعمل سبور على القليلة المارش، ويقسم فما وقت للخدمة، وقت للحياة الشخصية، وقت للراحة، وقت للماكلة، حاجة ياسر مهمة. وإذا حسينا المخ مخاخنا هكا بدات ترزن شوية، ما عادش تقبل في المعلومات، الروندمون طاح، ديريكت نقوموا نتحركوا نعملوا حاجة. وخاصة يكون عندنا في حياتنا مش حتى كل يوم، مرة في الجمعة اكتيفيتي دو ديفيرتيسمون، تخرج تحوس تقابل العباد اكسيتيرا. خاصة نعاود نحب نأكد على النوم، لا بون ايجيين دو في، معناها واحد يرقد مليح، ياكل ماكله متوازنه في وقتها، يعمل في اكتيفيتي فيزيك. وفما زاده الاكتيفيتي سبيريتويل، زاده حاجه مهمه ياسر انه يكون عنده علاقه روحانيه، كل واحد حسب المعتقدات بتاعه، ويخدم خدمته ان شاء الله قدرة ربي تو با بيان. فما سؤال مهم العباد الكل راهي توا قاعده تتسائل فيه، شنو هي العلامات اللي تخليك انت تحس انك لازمك تمشي تشوف بسيكولوج؟ بالنسبه ليا اذا تسالتوا السؤال بينك وبين روحك سيكو مستحق تمشي، مش لازم حتى لين صاي ما عادش تقوم الصباح ولا ما عادش نجم تعمل حتى شيء في حياتك باش وقت تقول لي لازمني نمشي لبسي. لا، ديك تستحق انك تحب تحكي لشكون، فما حاجات مش فاهمهم على روحك، مش فاهمها مع الدنيا، مشاكل في العلاقات، اي حاجه حتى لو كانت تظهر لك بسيطه وحسيت روحك اللي انت مستحق تمشي لبسي، امشي لبسي. ما فما حتى شيء يمنع، معناها احسبه كاين جينيراليستك الوقت اللي تقرب شويه تمشي له باش يعطيك هكا دوي خفيف. سينون في مرحلة أخرى فما حاجات أكيدة وملحة إنك تمشي لبسي، وإلا لونتوراج اللي داير بيك يلاحظهم يهزك معناها تكونسولتي كيلكو سوا بسيكولوج وإلا بسيكياتر. هما الاضطرابات النوم، اضطرابات المزاج، الاضطرابات في الأكل، العزلة، خاصة معناتها الحاجة العبد يكون في ريتم معين وفي مدة قصيرة هكا الريتم يتبدل بطريقة واضحة، يولي ما عادش ينجم يعمل الحاجات اليومية بتاعه بسهولة، وإلا ما عادش يعملهم جملة مع الاضطرابات اللي حكينا عليهم. دونك هذاك أكيد 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 يسمو يمشي يعدي معناتها urgent اليوم قبل غدو. كي يبدا فما عبد قريب منك تحسه اللي هو مستحق علاج نفسي، كيفاش نجم تعاونه، كيفاش نجم تقولها له؟ يلزمنا ديما نتذكر اللي احنا ما نجم نعاونوا العبد الا ما العبد يقبل انه يخلينا نعاونوه. حتى بالنسبه للمختصره ونفس الشيء، معناها نحاول العبد اللي قدامي ويبدا متقلق ننصحه، نفيق به اللي هو متقلق ننصحه باش يمشي المختص. نحاول انا كانسان قريب منه زيدا نوفر له اسباس، نقول راني انا موجود هوني، راني نعاونك، معناتها اللي تطلبوا مني نجم نعاونك فيه حسب استطاعتي بطبيعه، وتكون ديسبونيبل من غير برشا الحاح وبرشا هكا معناتها تحسوا اللي هو تحسوا بالذنب، والا تحسوا اللي هو حاجه غريبه بيزار، حاجه هكا مش ما نزيدش عليه بطبيعه، اما نحاول نوفر له مساحه معناتها خاصه به باش يعبر فيها. يعطيك الصحة أميرة على المعلومات اللي عطيتهم لنا اليوم. يعطيكم الصحة أميرة وامتنان على الاستضافة هذه، إن شاء الله يكون بودكاست مسموع من عند العباد الكل، خاطر نحب نوعيو الناس الكل بأهمية الصحة النفسية. يعطيكم الصحة على المبادرة هذه، وإن شاء الله الناس الكل تتفرج فينا ويكون بودكاست ناجح. الصحة النفسية ماهيش موضوع نكملوه في حلقة واحدة، هي رحلة وعي، فهم وقرارات صغيرة نعملوهم كل يوم، واليوم فتحنا باب صغير، حكينا وسألنا وسمينا الأشياء بمسمياتها، حبينا نعرفوا شنو هي الصحة النفسية وكيفاش نجموا نقيوا الصحة النفسية متاعنا. مازالوا عنا حلقة تاخرين بقدرة الله باش نعرفوا أكثر على الصحة النفسية وشنو ما الاضطرابات نجموا نتعرضوا لهم في حياتنا اليومية، باش تكونوا معنا ضيفتنا القارة الأخصائية النفسية أميرة سيسي، كيف باش تكونوا مع رفقة امتنان سيسي. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست راحة بال.